السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني 2025. مرحبا بكم مجددا مع أقوى امتحانات محافظات العام السابق، طبعا 2024، مع قناتكم قناة نسر اللغة العربية، والفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الإعدادي محافظة القاهرة. طبعا نبدأ باللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب. بسم الله بسم الله بسم الله. ابن العزيز طبعا ما تنساش تشترك في قناة نسر اللغة العربية، وبنت العزيزة طبعا تشترك في قناة نسر اللغة العربية. شارك الفيديو لأوسع نطاق لأن نشر العلم فيه خير كثير. نبدأ بسم الله مع أول سؤال معانا، سؤال التعبير. اكتب اللافتة تحث فيها زملائك على حسن الخلق. طبعا مستطيل وبتكتب فيه العلم أو الخلق طبعا تاج لكل الناس، أو من رزق الأخلاق رزق خير كثير. الأخلاق حياة للأمم. أو تكتب بيت الشعر بتاع أحمد شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أو شاعر النيل حافظ إبراهيم: لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلق. بعد كده ابن العزيز موضوع من الموضوعين. طبعا عندك العمل الجاد طبعا كويس جدا، ولشبكة التواصل الاجتماعي فوائد عديدة وأضرار، فوائد الإنترنت وأضراره. ثانيا القراءة مع طبعا نص أو موضوع عالم من ذهب. لم يهتم العالم المصري المولد والنشأة مصطفى السيد بجمال الذهب والفضة ورونقهما، كما لم تفتح شهيته قيمتهما العالية للكنز والحيازة. شهيته يا جماعة بمعنى رغبته. صواب العبارة التالية: النانو تكنولوجيا هي التكنولوجيا متناهية الكبر. طبعا الإجابة خطأ، مش الكبر، الصغر. بعد كده الخصائص. ما أكثر شيء نمرجيم أثار فضول العالم المصري مصطفى السيد. طبعا الخصائص الطبيعية والكيميائية لأصغر دقائق الذهب طبعا والفضة. دي يا جماعة اللي أثارت فضول مين؟ العالم المصري العظيم مصطفى السيد. طبعا بعد كده السؤال الثاني من كفاح شعب مصر. القصة قال اختر إجابة صحيحة ما يلي: الزعيم واحد الزعيم الذي أمم قناة السويس. طبعا يا جماعة هو الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. نمرة 2: تجلى الصمود المصري في هجوم إسرائيل على جزيرة طبعا شدوان. كانت فتيات مكتب البرك ببورسعيد نموذج مشرف للفتاة المصرية. وضح ذلك. أقول لك الإجابة وأنت اكتبها. طبعا فقد رفضنا التسليم وأخذنا يتبادلنا الضربات بمدافعين الرشاش ومعهن شباب المقاومة الشعبية. طبعا فقد رفضنا التسليم. تاني: رفضنا التسليم وأخذنا يتبادلنا الضربات بمدافعين الرشاش ومعهن شباب المقاومة الشعبية. بعد كده السؤال الثالث: القراءة متحررة المحتوى. ترغب في أن تكون ناجحا، ابحث عن قدوة سر وراءها، تعلم منها، استفد من كل سنوات التي عاشها هذه القدوة طبعا ولم تعيشها أنت. اعلم أن خطواتها بحساب. فلقد أخطأت. نكمل طبعا. فلقد أخطأت وتعلمت من أخطائها. ما أروع الإنسان عندما يتعلم من كبير. معروفه أهدافه ولا يسعد إلا لمن كان له قدوة. طبعا يا جماعة قدوتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا بذلك قرآننا العظيم، لما ربنا عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المراد بكلمة القدوة يا جماعة الشخص الذي نتعلم منه. بعد كده معروفة طبعا مجهولة، العكس. يبقى القدوة يا جماعة هو الشخص الذي نتعلم منه. معروفة عكسها طبعا ايه؟ مجهولة. بعد كده للقدوة أهمية في حياة الإنسان. وضح ذلك. طبعا نتعلم من أخطائه. طبعا ما أروع الإنسان لما يتعلم من كبير. معروف أهدافه ولا يسعد إلا لمن كان له قدوة. دي يا جماعة إجابة السؤال نمرة ب.
تبارك الله أحسن الخالقين. ربنا عز وجل في السؤال في النصوص ثلاثة النصوص بيقول إن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. فالق الإصباح طبعا إلى آخر الآيات. اختر الإجابة الصحيحة جمع الحي طبعا الأحياء. وضح من خلال الآيات السابقة إعجاز القرآن. طبعا أن الله عز وجل من دليل قدرة الله وعظمته أنه يشق الحب فيخرج منه الزرع ويشق النوى فيخرج منه الشجر ويخرج من الحي الميت كالزرع الحي من الحب اليابس الميت ويخرج الميت من الحي كالحب والثمر من الزرع الحي. نريد الإجابة كمان مرة. من دلائل قدرة الله وعظمته أنه يشق الحب فيخرج منه الزرع ويشق النوى فيخرج منه الشجر. يخرج الحي من الميت كالزرع الحي من الحب اليابس الميت ويخرج الميت من الحي كالحب والثمر من الزرع الحي. السؤال الثاني ما الجمال في إن الله فالق الحب والنوى؟ طبعا ابن العزيز تعبير يدل على قدرة الله تعالى. وفي شق الحب والنوى ليخرج منهما الحياة وهو أسلوب مؤكد بإن. أسلوب مؤكد بإن. طبعا من نعم الله وهو الذي خلق لكم الايه طبعا فالق الإصباح وجعل الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. دي الآية اللي بتدل على نعم الله في الشمس والقمر. من نص العلم واجب. ربنا عز وجل طبعا الشاعر بيقول العلم نور بين أيدي المرء في كل المطالب والجهل أشبه بالظلام يحفه من كل جانب. يحف طبعا يا جماعة بمعنى يحوطه. في البيتين المقربة من العلم والجهل طبعا العلم نور يهدي الإنسان ويساعده في قضاء كل الحوائج وحل المشكلات. أما الجهل فهو وصول من الظلام يحوط المرء ويهلكه. يبقى المقرب بين العلم والجهل تاني. العلم نور يهدي الإنسان ويساعده في قضاء حوائجه وحل مشاكله. أما الجهل فهو وصول من الظلام يحوط المرء ويهلكه. وضع الجهل في قوله يحفه من كل جانب طبعا أفادت تعبير يفيد شمول الجهل لجميع أنواع أحوال الجهل. يبقى أفاد شمول الجهل لجميع طبعا أحوال الجاهل. اذكر رأيك في العلم طبعا في حياتك. طبعا العلم هو الذي يساعدنا على قضاء الحوائج. يبقى يساعد على قضاء الحوائج. كمان يحل المشكلات يسهل الأمور. كل هذه فوائد العلم. لو تطرقنا يا ابن العزيز مع نص الفلاح. طبعا أنا الفلاح في مصر أرد ترابها تبرا فلا تبقي يدي كفرا بواديها ولا فقرا فمن نخلي لكم رطب ومن قرمي لكم عنب ومن حقلي لكم قصب وقطني يجلب اليسرى. طبعا الرطب يا جماعة اللي هو البلح. في البيتان بعض المنافع التي يقدمها الفلاح لأمته. يعدد الفلاح الإجابة يا جماعة ركز. يعدد الفلاح أنشطته وأعماله التي تعود إلينا بالنفع والخير. فمن نخله نأخذ البلح ومن شجر القرم نأخذ العنب ومن حقله نأخذ القصب أساس صناعة السكر ومن قطنه نصنع المسنوجات فيعمنا اليسر والخير. وضح الجمال فيه. فمن نخل فمن قرم تعبير يدل على تعدد نعم وخيرات الفلاح. تعدد نعم وخيرات الفلاح. طبعا اذكر رأيك في أهمية الزراعة في حياتنا. طبعا الزراعة هي التي طبعا تمنحنا كل الأطعمة سواء الخضروات أو الفواكه. كمان السكريات وكمان المفروشات مثل القطن الذي مستخدم في صناعة المفروشات والملابس. وكمان الزيت بتاعه أو البذرة بتاعته تمنحنا الزيت. وكمان ما يخرج من البذرة يبقى من أجود أنواع الأعلاف. دي يا جماعة النصوص. لو دخلنا ابن العزيز على القواعد النحوية. اللغة لغتنا العربية. لغتنا مبتدا العربية نعت مرفوع بالضمة لأن دي مبتدا يبقى دي خبر. طبعا دي معرفة بالإضافة دي معرفة الألف لام. أقدم يبقى يا جماعة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. اللغات الحية. الحية نعت طبعا مجرور بالكسره يا جماعه لان طبعا اللغات نكره والحيه اللغات معرفه والحيه معرفه. فطبعا الحيه نعت مجرور بالكسره لان اللغات مضاف اليه. اعرب اعربنا. كم في الفقره السابقه ادي يا جماعه كم شعوب. طالما جاي بعد كم كلمه جمع تعرف على طول ان دي كم خبريه. ابن العزيز لو قال كم شعبا تبقى استفهاميه.
أما لو قال كم شعب خبرية، كم شعوب خبرية، كم من شعب خبرية، كم من شعوب خبرية. قرأت نقط قصة، طبعا 12 اللي هي بتوافق معدودها، قصة مؤنثة يبقى ذاتية مؤنثة و10 مؤنثة، وطبعا جايه في حالة نصب فتبقى دي منصوبة بالياء، ودي طبعا اسم مبني فتح محله من أعراب. زين كلمة يتحدثون يتفاعلون. يتحدثون يا جماعة يتفاعلون، أصلها حدث فعل، تحدث تفاعل، يتحدثون يتفاعلون. لو حبينا نكشف في المعجم عن يتحدثون يبقى يا جماعة في مادة حدث. ركز، دي كشف في المعجم بقى، ادي الوزن يتحدثون يتفاعلون، كشف المعجم بقى في مادة حدث، باب الحاء، فصل الدال، مع مراعاة الثاء. طبعا اكتب الخط، اكتب ما يملى عليك بخط نص. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، تأتي العزائم العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. طبعا يبقى بخط النسخ نكتبها مرة، وخط الإيقاع نكتبها مرة أخرى. طبعا الإملاء بتكتب ما يملى عليك. ابن العزيز، ابني وطالبة العزيزة، ما تنساش طبعا تشترك في قناة نسر اللغة العربية، وتنشر الفيديو لأوسع نطاق، لأن طبعا نشر العلم فيه خير كثير. وبكم طبعا قناة نسر اللغة العربية تبقى أكبر قناة على مستوى الجمهورية. في نهاية الفيديو وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.